السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم الرز المعمر بطريقة سهلة وبسيطة وهيعجبكم قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لكم على المقادير. معايا نص كيلو رز مصري مغسول ومتصفي من المية، ومعايا رتل لبن هنغليه، لازم يكون مغلي، ومعايا معلقه كبيره من الملح ونص معلقه صغيره من السكر، ومعايا معلقتين قشطه، ده قشطه وش اللبن. انا بشيل دايما وش اللبن، بتبقى دي القشطه بتاعته، فبشيلها عندي في الفريزر. دول معلقتين، ومعايا معلقه سمنه بلدي. بس هي دي كل المقادير. هنحط اللبن على النار عشان يغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب طاجن اللي احنا هنحط فيه الرز، هحط فيه معلقه سمنه دهنيه هندهن بيها الطاجن. هدهن الطاجن بالشكل ده. اهو دهنا الطاجن بتاعنا بالسمنه. هجيب بقى نص كيلو الرز بتاعنا اللي احنا غاسلينه ومصفينه من الميه، هحط عليه معلقه السمنه البلدي، وهغلفه بيه. هغلف الرز كله بيها علشان يبقى مفلفل معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلب الرز لغايه ما السمنه تختفي فيه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلاص كده انا قلبت الرز بمعلقه السمنه واتغلف بيه. هحطه بقى في الطاجن اهو. هفضي الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو فضينا الرز في الطاجن. انت عايزه تعملي في صينيه عادي، عايزه تعملي في طاجن عادي، اي حاجه الموجود عندك اعملي بيه. عايزه اقول لكم ان انا لما حطيت معلقه السمنه على الرز وقلبتها، ريحه الرز حلوه ولسه ما عملناهوش، لسه ما حطيناش عليه بقيه المكونات التانية. وادي رتل اللبن اهوت غليناه على النار. هنحط عليه ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه الملح ونص معلقه صغيره اهي من السكر، وهنقلبه. بسم الله. ندوب فيه السكر والملح اللي احنا حطيناه. هو حادق، بس هي معلقه السكر الصغيره مش هتعمل حاجه، يعني مش هتبان في الطعم، بس هتعادل، هتخلي طعم الرز حلو. اهو انا دوبت معلقه الملح ودوبت نص معلقه صغيره من السكر في اللبن. هو مش بيتحط له فلفل اسمر ولا حاجه، هو الملح بس. هنفضي بقى على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حطيت اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. رتل اللبن على نص رز. هحط بقى القشطه على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. هوزعها كده.
ليه القشطه؟ عشان تعمل لنا وش، وهتخلي الرز معانا طري، الوش ما ينشفش. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده هو الطاجن خلص معانا. شوفوا سهل وبسيط ازاي. هحطه في الفرن على الارضيه، هشغل على اعلى درجه، ويا ريت تحط صينيه تحتيه عشان اللبن لو فر ولا حاجه. ولما يستوي ارفعيه على الشبكه من فوق عشان ياخد وش. هروح احطه في الفرن، وبعد ما يخرج ان شاء الله اوريهولكم. اهو الطاجن بعد ما خرج من الفرن. بصوا الرز المعمر تحفه ازاي، جميل بسم الله ما شاء الله، ولا اخد وقت معانا ولا حاجه، وريحته تحفه وجميل بسم الله ما شاء الله. وبصوا الرز مفلفل ازاي، مفلفل وريحته ايه بسم الله ما شاء الله. يلا جربوه بالطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه الله.